دنباش تماشاوانên hêja bi vê xelekê re bi navnîşana pend û wate xeleka çel û pênca de. Çel û pênca de zitê de hinek pendên Kurdî bixwînin bi şîrovekirin bi her du zimana, pêşî zimanê Kurdî piştre zimanê Erebî. Kurd dibêjin dara ku mirov bi xwîna xwe av nede berê şêrîn nagire. Demek bi nas kirin ber themereyî bi Erebî. Ber dar bergirtî. Çawa ev him dikare bînin ser welat jî ji ber goma mirov hey xwîna xwe narijînin ji bo dar şêrîn bibina. Em bînin ser welat ê got xwîna xwe nerijînin ji xwe te azad nabû, serfiraz nabe û tu ji bin pêlavê dijmin dernakeve. Karin serveyabî, karin ser kar û xebatê jî bêjin gavak xwîdanê te nehe, xwîdana te neherike, di kar de ji xwe tu nikare تكاري وتبري ببرخه. الكرد بيقولوا الحكمة الكردية بتقول الشجرة يلي ما بتسقيها بدمك ما بتعطي ثمرة حلوة. القصد منها طبعا مو الشجرة بذاتها، هي تشبيه انه الواحد اذا بده يعمل شيء شغلة يعمل عمل، اذا ما تعب عليه ما عرق عليه ما راح يجيب نتيجة، ما راح يجيب خبز من شغله. وفينا نقول بالنسبة للشعوب المضطهدة كمان إذا أنت ما دفعت دمك في سبيل وطنك أكيد ما راح تحصل على حقوقك. هذا هو كمان. يادن كرد بيجن دعوتا ددواية آگر كتية هماية. دعوتا ددواية آگر كتية هماية. وهون خوشك زانر قابا دعوت شيد بن تدبين بوك وزاوية لهيلك يرونشتيني و ايجو هاتنه ميوان حمو حوب باوان وخل عردي دخن تدبي او بيترش بوك وزاوية كيف خوشيت كن اذاوك ام بيجن هف بشيه دفي كيف دكن دفي خوشيت كن جالي كي جيده تشتكي باشه وقت بيجن ام بين كيفك المالك هي جندي دردور بيتر حوب دكن وبيبنا دعوتات الداي اجر كتيه حمياي. الحكمة الكردية بتقول انه العرس للاثنين ولكن النار مشتعلة بالكل، بمعنى اللي بيحضروا العرس من كثر ما يدبكوا ويرقصوا هيك عم ينقال هالحكمة أو هالمثل. أو في حالة ثانية كمان إذا كان في شيء جمعة خير أو جمعة فرح بمنطقة والناس تروح وتهز بحالها ترقص تدبك، هالمثل بهالحالة كمان بينقال. يادن كرد بيجن دستي خوارني دريجة ديما قافاك يكل سر خوارني رودنيت فيك فدينك أذاتي قوتن جبو خاطري يك بيتر فدينك. چما جبر قوت بي دستي خوارني دريج خوارن البيشاتي دستي خوبا بيجي نقو يك ويج ديفلات دستي خوبا بيجي في خوارني تي دستي خوبا بيجي خوارني وخوارنا خبخ. الكرد بيقولوا انه ايد الطعام طويلة. ليش؟ مشان الواحد ما يخجل لما الاكل بيجي قدامك، يعني خلاص كل مو ضروري الواحد يطعميك بإيده أو يحط الأكل قدامك. أفضل شيء أنه إيد الطعام طويل. طبعا أنا عم ترجم اللغة العربية مشان كردنا يلي بجبل الأكراد اللي ما بيعرفوا يحكوا عربي، مشان يفهموا حكم آبائهم وأجدادهم كمان. يادن كرد بيجن داغبة للسر دستي صاغبة. داغ كرن هونزان داغ كرن شي داغ وقت بي داغدان عقوبة عربي قانونيت. داغ كرن قاوا قلت تسيخكي تشتكي صور بك وبتبدس دينه او دبي داغ كرن او دبي برا يعني داغ بالدستي صاغبة شما جبوك خاطري تقنجيكر تخيركر تباشيكر تبيركر بير خير تبيركر او قنجي لتا بنباشي وگريا توي چاغي تدبي داغبه لدستي صاغبه تا امانت كي بدي يكيج بوشتر وگرينه وفنگرين اشتر تي خو داغ بك يعني جبوت توبه بك بس تشتي ولو بك باشولو. الكرد بيقولوا يعني هو الداغ هي عبارة العقاب بالنار، يعني الحرق بالنار. لما الواحد مثلا يجيب قطعة حديد يحميها على النار ويحرق ايده، ليش؟ دلالة انه ما يكرر الشيء اللي قام فيه. اي شيء
إمتى ينقال هالمثل؟ إذا الواحد عمل خير، مثلا أنت أعطيت مبلغ لواحد بالدين وما رجع لك إياه، أو رجع لك بعد عشرات المرات أنك تطلب منه، بهالوقت بدك تقول يعني بدي عاقب حالي بالنار مشان ما أكرر هالموضوع. الكرد بيقولوا داغبة لسر دستي صاغبة. يادن كرد بيجن دجمنايي بمنتي، دجمنايي بمنتي. شما بمنتي؟ جبرقو شفتو فدي ناكن بوي دجمنايي جبرقو تريز قرتن دناف وانده تنية نماية ويشما منتي تذهب نا شب سري هبدود بكن ويبكن في هاوي بي دجمنايي بمنتي جبر فيها انا هند بينن هند بين اف ريجيم واف ريجيم واف ريجيم هر شار ريجيمين داغير كارين كردستاني هند بينيا دجمنن بمنتي تجهر كثير بيجو بي دجمناتي بمنتي يعني دجمنايي بمنتي ليه كاواغ اي ملتي تا علي كاربون بوان دجيتا تبي اف نباشو اف خراب. الكرد بيقولوا العداوه بلا منيه، يعني ما فيها منيه. ليش؟ لانه اصلا الاعداء ما بيخجلوا من بعض، ما بيحترموا بعض، يعني ما في هيك احكام معينه يعتمدوا عليها، لانه عداوه حرب. الهالشيء جاي هالمثل انه العداوه ما فيها منيه ابدا، والواقع هو هيك وعم نشوف. يادن كرد بيجن دست هلانين فرجا خيري، دست هلانين فرجا خيري دكار دقاوات دستي خوهلتي تراب كاربك وفرج التبب خير وبير وبسرت دور تكارب مالا خو بريك ببه كار مالا خو بري ببه افيك دجمنايتي بفچوني دشرده قاوات دستي خوهلت الدجمني خو اوجي فرجا خيري دقال لك تشتاته قاواك فسيولوجياتا نفسياتا نباش به ندس لاني تري دستي خوهلده نا او لسر فينا مروف دبيجن فينا اراده مروف تشاوا تجويره وشا خدر كبه وبيشياتا دري ودرجه بين فكرن. الكرد بيقولوا القيام او رفع الايد هو يعني بوابه الخير، طاقه الفرج. كيف يعني؟ يعني اذا انت تنوي شيء، انت تكون في حاله حرب، لازم تكون مستعد وتقوم على حمود تستسلم، مو بمعنى انك تستسلم. اذا كنت في العمل كمان صعب، بيوقف الامر على ارادتك، انك هاي بمعنى يعني دفع للاراده، انه اراده الشخص لازم تكون قويه، لازم تكون ارادته جامده لتنفتح له ابواب الفرج والخير. يادم كرد بيجن دي ودوتا لهف رونشتن، يعني دوتان دي ودوتان لهف رونشتن جريكرن غازن هشتن دي هركز زانشي دوت شي قيزه كتشه هف رونشتن بشتي هنكي جريام بسر هفدوده غازن نما شفدوش غازني خوش بير كرن شما اجبر كو دي ودوت قال لك يشهدو حزدكن وشخوت شخواسي غازني وان بسر ده بسر هفدها بيجي برونشتن كده غازني وان درن دتشن. الكرد بيقولوا انه الام وبناتها قعدوا مع بعض بكيو ونسيوا اللوم. اي لوم؟ اتاري انه كان في للام لوم عليهم او للبنات لوم على امهم، بس لما قعدوا مع بعض كانوا مشتاقين لبعض وبكيوا مع بعض نسيوا اللوم. بمعنى انه ابدا ما تصير خلافات وعداوات بين الام وبناتها. يا داوي كرد بيجن دنيا كت سر برتيلا جو كت حالة فقيرة، يعني اقاباق بو برتيلو بو برا اي بلنغاز اي قدا اي فقير روشاوي نامنة. الكرد بيقولوا اذا الدنيا صارت على البرتيل فالوضع وضع الفقراء سيء جدا، لانه الفقراء ما عندهم ليعطوا البرتيل او الرشوة. اف بكرتاي چند گوتنين بيشيا بهيفي مكو بدلي وبه راخلك قدنهم بمين تخشيده. هاي بعض الأحكام الكردية ومع الشرح بسيط، بتمنى تكونوا استفدتوا منها. يعطيكم العافية. للحلقة القادمة، شكرا لكم.